تحب اثبت لك ان انت ما تعرفش حضاره الايسو؟ من 77306 سنه قبل الميلاد ظهرت حضارتهم، وخلال السنين دي تفننوا في علوم السيطره العقليه، التلاعب النفسي، الحرب، وحمايه نفسهم بس. وبعد سقوط حضارتهم لاسباب هنتكلم عنها في فيديو تاني، ورث البشر قوتهم الشبيهه بقوه الالهه وغيروا التاريخ. يلا نتكلم النهارده عن الادوات دي. تفاحات عدن، ادوات للسيطره على المسارات العصبيه في المخ لمجموعات كبيره، وده للاجبار على الطاعه. ظهرت بالفعل في التاريخ المعروف مع ناس عارفينهم كويس زي نابليون بونابرت وجورج واشنطن وبعض قادة الحرب العالمية والحرب الباردة. صولجانات الحكم، معززات لقوة التفاحات على مساحات أوسع وعدد أكبر وسيطرة أشنع. والكونها سلاح وأداة سيطرة ظهرت مع القادة اللي ما جاش زيهم في التاريخ، قادة زي الإسكندر الأكبر اللي كان معاه منهم 2 عصا ومتركب فيها رمح ثلاثي الرؤوس، واللي كانوا من أهم أسبابه كونه القائد الأسطوري اللي كلنا عارفينه. سيوف عدن وعصي القتال، ودي كانت مصممة عشان تكون أسلحة بتسحب قوة اللي يخالفها، بتحول القادة لكائنات فوق البشر في عيون أتباعهم، وبتمنع تأثير أي قطعة عدن تانية. من أشهرها سيف جنكيز خان، وإكسكاليبر سيف الملك أرثر. الخواتم، ودي قطع دفاعية بالدرجة الأولى، هدفها الأساسي إن هي تعمل درع حوالين الشخص اللي لابسها، وبتمنع أي حاجة طايرة ناحيته إن هي تيجي فيه. والإله ست اللي كان واحد من الإيسو صنع منهم 3 أنواع، إداهم لأقوى القادة والمحاربين بتوعه: خاتم الرمال اللي بيحول اللي بيلبسه لمومياء يستحيل قتلها، خاتم الدم واللي بيحول اللي بيلبسه لمصاص دماء، وخاتم القمر اللي بيحول اللي يلبسه لمزقوب. لايك وشير وفولو علشان تعرف بقيتهم والحاجات اللي غيرك ما يعرفهاش.